طب هو اصلا يعني ايه دايت؟ لما دورنا على اصل كلمة دايت ديت لقينا ان هي ليها معنيين، معنى باليوناني ومعنى باللاتيني. اول حاجة اليوناني كان معناها اسلوب الحياة way of life، واما باللاتيني فهي كانت مشتقة من احد الكلمات اللاتينية واللي كان معناها نظام الحياة الموصوف، نفس المعنى تقريبا. اما في اخر القرن ال14 بقى المتعارف عليه كمعنى لكلمة دايت هي نظام الاكل المعتاد. يعني في الأصل الدايت ده هو أسلوب للحياة، نظام جديد نتعود عليه، مش حبة قوانين مصرمة إن إحنا نمشي عليها لمدة أسبوع أو شهر أو أكتر وخلاص كده. لا، هي أسلوب للحياة، مش فترة وتخلص، مش حرمان. مش هعمل دايت شهرين أنزل فيهم وزني وأرجع لحياتي الطبيعية. أيوة ما تستغربش، هي معنى الدايت إن أنت هتمشي عليه على طول. امشي عليه على طول، لأن هو أسلوب جديد للحياة. طريقة حياتك هي السبب في انك تتخن، فطبيعي جدا اقولك ان طريقة حياتك هي هتكون السبب ان انت تخس. طب هو انا ازاي اقدر يا باشا اغير اسلوب حياتي واقدر استمر عليه؟ السبب الاول والمتعارف عليه دايما وهو الإرادة يعني أركز مع نفسي، أرتب أفكاري أولوياتي لحد ما أقدر أحط بإيدي على الحاجات اللي مخلياني مش عارف أخس. وده طبعا أكيد بياخد وقت ومحتاج تركيز ومحتاج إن أنت تكون فاهم أنت إزاي بتدخل. تاني حاجة بقى هي تغيير العادات. قبل ما أتكلم بالتفصيل عن كل عادة لوحدها، حابب بس أقول لكم إن إحنا كبني ادمين عشان نغير عادة او نكتسب عادة جديدا فاحنا محتاجين لمدة تتراوح من 2 ل4 شهور متواصلين، واحيانا اكتر من كده كمان، عشان العقل يقدر يستوعب ان دي عادة. ولازم على فكرة تتكرر، مش مجرد امر هياخد فترة وينتهي. ناخد مثال بسيط، مثلا ان لو حد اتعلم السواقة واول مرة يسوق لوحده، هو متعلم كويس ولكن في البدايات هيكون متوتر وكل شوية يبص على المرايات، مش هيكون قادر ان هو يتحكم بايديه الاتنين. لكن بعد شهر او 2 الموضوع بيختلف تماما، ماسك الدريكسيون بايد واحدة، ممكن يعمل مكالمة وهو سايق ومش حاسس ان الكلام ده معطله عن السواقة. احنا عايزين نبدل اسلوب حياتنا اللي غرقنا باسلوب حياة جديد. ومش بس كده، لا، ونتعود عليه كمان. احدث ارتكل او بحث علمي اتنشر في 2020 واللي هو قارن بين انواع الدايت المختلفة وتأثيرها على الصحة، ومعدل نزول الوزن ساوى ما بين كل انواع الدايت على المدى الطويل. يعني في الاخر المفتاح مش في نوع الدايت، المفتاح هو حضرتك وعيشة حضرتك، تفكيرك والتزامك قد ايه. كله لازم يتغير، ومش تغيير عادي، لا، تغيير جذري. يعني زي ما قلنا في الاول، هو لايف ستايل، يعني مفتاح النجاة مش في الورقة والميزان، المفتاح في تغيير شامل لاسلوب حياتك. اظن كده انت عارف ليه مش عارف تخس برغم انك جربت كل انواع الدايت، لان الدايت معناه انك تغير عاداتك مش انك تعمل دايت. طب باشا انا ابدأ منين؟ عندنا 4 عادات أساسية أي شخص ضروري إنه يحافظ عليها عشان نضمن إن الجسم بيحرق الطاقة اللي بيكسبها من الأكل بشكل فعال.